بصوا بقى، هنعمل لكم بقى حاجه مخلله بجد تحفه تحفه تحفه. اول حاجه دول عندنا ايه، يعني قولي معلقتين مثلا كده فلفل، هريسه، فلفل. تمام. هقطع عليها كام قرن فلفل كده، اخضر. لو عندنا فلفل رومي اخضر يستحسن علشان ما تبقاش حراقه أوي، بس انا ما كانش عندي فقطعت ايه، فلفل من الحامي. تمام. هقطعهم معاها، هحط بقى معاهم ايه، هحط معاهم ملح، كمون، فلفل اسود، كزبره. بس دول هما التوابل اللي انا هحطهم معاها. بس هو المفروض ان التتبيله دي طبعا احنا هنعملها في الكبه، بس انا الكبه بتاعتي بايظه، فانا هعمل ايه، هعملها في الهون، هدقها في الهون. عايزه اقول لكم والله العظيم طلعت روعه روعه روعه، وطعمها يمكن اجمل كمان ما بتتعمل في الكبه. الحاجه لما بتدق في الهون بتبقى طعمها اجمل، وبتطلع الطعم الحلو بتاعها. بصوا، انا كمان حطيت معاها طماطمايه. الطماطمايه دي كمان بتدي تسكيره كده للتتبيله تحفه بجد، بتبقى حلوه قوي. الملح طبعا والبهارات اللي احنا بنحطها طبعا دي على حسب الكميه اللي انتي هتعمليها. احنا هنعمل ايه، هنعمل طماطم مخلله. انا هعمل 3 طماطميات كبار. اوكي. هتقطعيهم زي ما انتي عايزه. انا بالنسبه لي بعمل ايه، بقطعهم قطع صغيره، علشان لما اجي اخد ايه، هي قطعة واحدة بالشوكة كده ايه، على طول ما اقعدش اقطع منها. انا بحب ايه، اسهلها كده بحيث ان انا ايه، اكل على طول، ما اقعدش اقطع حتة واسيب حتة والكلام دوت. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا حطيت، وهحط فصين توم 2 بس. انا مبحبش احط توم كتير علشان برضو ايه، تبقى خفيفة ونقدر ناكل منها ايه زي ما احنا عايزين. انا بقى ايه، هدقهم في الهون زي ما قلت لكم. فضيتهم اهو من الطبق في الهون، ودقيتهم زي ما انتم شايفين كده اهو. برجعهم الطبق تاني عشان اكمل بقيه الايه الحاجه بتاعه التتبيله اللي انا هحطها. هحط عليها نص فنجان ليمون، عصير ليمون، ومعلقه خل. مش هحط خل كتير، الليمون هو اللي ايه اللي هزود فيه. عايزه تزودي ليمون تاني عادي ممكن تزودي. قلبهم بقى كويس كده مع بعض. في حاجه كمان بقى انا حطيتها ونسيت اقول لكم عليها، لان انا اصلا نسيتها في البدايه، نسيت احطها. انا بحط ايه، معلقتين كده خضره، بقدونس، شبت، زي ما انت اللي عندك، اللي موجود عندك. بس انا ما كانش عندي فريش، كان عندي في الفريزر. طلعتها حطيتها معاها وانا بدق في الهون، افتكرتها فرحت ايه مطلعها حطيتها معاها. برضو بتدي طعم جميل قوي قوي قوي. بصوا بقى، الطماطم دي احلى حاجه بقى كمان ان انت تعمليها وتسيبيها ايه، ساعتين 3 كده تشرب من التتبيله. اي مخلل عموما، اي مخلل احلى حاجه ان انا اعمله واسيبه ساعتين 3 كده. اعمله بدري من بدايه اليوم، قبل ما ابدا في الاكل وقبل ما ابدا في اي حاجه خالص. ليه؟ لما بيقعد في التتبيله بتاعته، سواء الطماطم ديت او البتنجان المخلل او اي مخلل، لما بيقعد في التتبيله بيبقى طعمه اجمل وبيشرب من التتبيله اكتر. وبجد بجد بيبقى طعمه احلى بكتير ما بنبقى لسه ايه، لسه عاملينه. جربوا التتبيله دي بجد هتعجبكم جدا، رهيبه رهيبه رهيبه. وما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تعملوا شير، تعملوا كومنت، وتعملوا لايك كمان. كومنت حلو كده تفرحوني بيه، زيكم كده، حلو كده زيكم. تمام. احنا خلصنا اهو كده خلاص، هسيبها بقى ايه لما اخلص اكل.